السلام عليكم، أهلا وسهلا بمتابعيني الكرام. أين وحد الله واللي عليه ذنب يقول أستغفر الله. قبل ما نبدأ نحب نوجه لكم تحية ونقول لكم يعطيكم ألف صحة على دعمكم وعلى محبتكم وعلى كلامكم اللي ديما مشجعني. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. وقبل ما نبدأ في سهرتنا نتدلل عليكم ونقول لكم ما تبخلوش على أختكم باللايك، وسهرة ممتعة للجميع. جيتكم الليلة بتجميع على خرافات إن شاء الله يعجبوكم وينالوا استحسانكم. نبداو سهرتنا بكان يا مكان في قديم الزمان، وما يحلى الكلام إلا ما نصليو على النبي العدنان صليوا عليه. خرافتنا الأولى بعنوان قمر الزمان. يحكيو على سلطان وما سلطان إلا الله، يحب يقعد كان مع الناس الأذكياء ويتونس بالقصص متاعهم وحكمتهم، ويحب زادة يختبرهم أسئلة عجيبة وصعيبة ما ينجموا يحلوها كان أصحاب العقول الكبيرة والفهمة. في نهار من النهارات قدام الوزراء والمستشارين وعد بأنه أي جارية تغلب بفطنتها وتحسن الجواب على أي سؤال يسأله لها يتزوجها ويطلق نساه الكل على خاطرها. يا سيدي في نهار من النهارات أخرج السلطان يتنزه مع الوزير في الحديقة متاع القصر، وكان ثم نافورة دايرين بها تماثيل متاع أسود يخرجوا في الماء من فمهم. السلطان وقتها عطش وقال لوزيره اسقيني شربة ماء. الوزير هز كاس فضي وعطاه للسلطان. شرب السلطان والوزير حط الكاس في بلاصتو. تأمل السلطان الكاس شوية وقال بصوت يخوف، الكاس تكلم، سمعتوش شنو قال؟ الوزير تصدم، قعد باهت، الكاس جماد ما ينطقش، لكن يعرف طبيعة السلطان وما يحبش حتى واحد يناقشه، ما يحبش يحدث إنسان جاهل ولا عاجز. اسكت. تغشش السلطان وقال له باش نعطيك مهلة 3 أيام باش تقولي شنو قال الكاس، وإلا باش نعاقبك عقاب شديد. هيك الوزير المسكين روح لدارو يخمم مهموم، ملقاش حل يمنعه من ظلم هالسلطان وجبروته. دخل لبيته وقعد حاير. والوزير هذا كانت عنده بنية وحيدة اسمها قمر الزمان، بنية ذكية. دقت الباب ودخلت وقالت له يا بابا عندي نهارين نشوف فيك حزين، يخي شنو اللي صابك؟ حتى مستنسين نتلموا حطاولا جميع ناكلوا، عندك نهارين ملي تدخل تمشي طول لبيتك وتسكر على روحك الباب. نهد الوزير تنهيدة من عروش قلبه، قال لها يا بنيتي اقعد تو نحكي لك، غبينتي وحيرتي، راني السلطان سألني سؤال يستحيل نلقاله إجابة، وكان ما جاوبتش باش يعاقبني عقاب شديد. قالت له بنته شنو السؤال؟ قال لها يا بنيتي احنا ندورو في الجنينة متاع القصر، عطش السلطان وقال لي اعطيني شريبة ماء، اعطيته الماء في كاس فضي، بعد لا كمل قال لي الكاس تكلم. شنو اللي قال؟ يا بنيتي خي ثم جماد يتكلم، كيفاش باش نجاوبه؟ فهمني، راني حرت وحارد ليلي، عندي نهارين مازلي نهار واحد باش نجاوبه، وراه باش يعاقبني، والسلطان إذا كان قال كلمة معاش يتراجع فيها. اتبسمت قمر الزمان وضحكت وقالت له يا بابا هذه حكاية سهلة ما هيش صعيبة يا بابا كما تظن. قرب لها وقال لها بلهفة انتي عندك الجواب؟ منعني يا بنيتي راه ضاق بي الحال. قالت له بثقة نعم. الكاس قال اصبرت على النار وطرق المطارق ووصلت للمباسم، طارك الوزير بالفرحة ومشي يجري للسلطان وقالوا اللي قالته له بنته. اتعجب السلطان من الجواب، لكنه شك في اللي الوزير ما هو صاحب القول هذا. قال بينه وبين نفسه يلزمني نعاود نختبره. قال له غدوة الحي نحبك تجيني لا راكب ولا ماشي، إذا كان خالفت أمري راني باش نعاقبك عقاب شديد. مشي الوزير مصدوم لبنته
قمر الزمان، لكنها قالت له اللي الحل بسيط وسهل. وفي الصباح ركب الوزير على حمار صغير وساقيه تتكركر في القاعة. وقتها ما كانش راكب تماما وما كانش ماشي زادة. وكي شاف السلطان زاد عجبه ذكاه، قال له نحبك تصدقني القول وتقول لي شكون اللي يعلمك هذا الكل، وعليك أمان الله. قال الوزير يا مولاي كان الكذب ينجي، الصدق أنجى وانجى. راهي بنتي قمر الزمان اللي علمتني هذا الكل. أعطيه الأوامر السلطان باش يجيبوا قمر الزمان بنت الوزير في الحال. جيت قمر الزمان ودخلت على السلطان، وكانت تقول الشمس اضوي ولا خنضبي في بلاستيك. السلطان عجبه ذكاها قبل جمالها وحب يزيد يختبرها باش يتأكد من حكمتها. قال لها باش نتزوجك الليلة وغدوة الصباح باش تجيب لنا وليد ويكبر في ساعات، وفي الليل نحب يولي أمير قاعد في المجلس. السلطان قال الجملة هذه وقاعد يغزر القمر الزمان من تحت لتحت ويستنى فيها باش تستسلم. لكن قمر الزمان اتبسمت وقالت له أمرك مولاي. وفي الليل وقفت قمر الزمان بحذا الشباك متاع بيتها، قالت له يا مولاي الحب لا تتوحم، أنا اشتهيت ناكل من النخلة الصغيرة اللي موجودة خارج حديقة القصر، ويلزمك ترعاها حتى لين تثمر قبل الفجر، ولا كان شي يموت ولدك ونموت أنا معاه. السلطان قعد يثبت في النخلة، شايفها صغيرة وتحب لها أشهرة باش تثمر، ولا يعيط بدهشة. كيفاش تحكي؟ قال لها كيفاش تحب النخلة هذه نجيب لك منها عرجون دقلة، هذه تحب لها وقت طويل. قالت له قمر الزمان بثبات حتى الولادة يا مولاي تحب لها 9 أشهر، ومستحيل يكون المولود أمير في ليلة واحدة. كان أنت نجمت تثمر نخلة في ليلة، أنا زيد النجم نولد أمير في ليلة. اسكت السلطان وعرف اللي هو قدام عقل وذكاء مستحيل ينجمهم. قرب لها وقال لها أنت غلبتني بالحيلة والعقل، أنا كنت عازم على معاقبتك إذا كان عجزت، أما أنت توا باش نحطك تاج فوق راسي وملكة قلبي وسيدة نسائي. ونفذ وعده، طلق زوجاته وتزوج قمر الزمان. خرافتنا الأولى وفات، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت استحسانكم. وتوا نمشيو لخرافتنا الثانية اللي هي بعنوان دوير الزمان. أي سيدي يحكيو على تاجر معروف في مدينته اللي هو تاجر رزين وعاقل وحكيم، عايش مع مرته رزقهم ربي من الخير. وبحكم خبرته في التجارة كان يعرف اللي الوقت غدار والدنيا ما تتمنش، ضحكك الصباح وتبكيك العشية، واللي أمنها ناقص عقل. ولازم ديما الواحد يعمل حساب لجوير الزمان. وكان من عادته يرتاح شهر في مدينته حتى لين يبيع سلعته الكل، ومن بعدها يعاود يحمل رحاله وشد ثنيته ويمشي يجيب سلعة جديدة ويبيعها في مدينة أخرى. أي سيدي نهار جي وقت السفر، جهز القافلة وقسم فلوسه على زوز، خبى النص في مكتوبه والنص الثاني أعطاه لمريته. قال لها خبيه. قالت له فلوس شكون هذا؟ قال لها وهو يفدلك الفلوس هذه خطيتني راهي متعمى ليها، وهي تعرف مولى بيتها لعمر تسلف مع عند حد، وهي لنهار عجزته وطلبته في حاجة ما يقدرش عليها. قالت له فلوس شكون مال؟ قال لها مولاهم هذا اسمه دوير الزمان. قالت له باهي اتهنى، أنا باش نخبيهم وكي يجي مولاهم نعطيه أمانته. ضحك رجلها، ما كانش يعرف اللي مرته نية للحد هذاك. سيو خينا مشي في باله اللي هي فهمته وقاعدة تفدلك معاه. أيا طلع الفجر، قام التاجر صلى صلاته واتكى على خالقه الفتاح،
قسام الرزاق اللي يرزق الطير في السماء والحوتة في الماء والنملة في غارها. تعديت الأيام والليالي حتى لنهار من نهارات دق باب التاجر إنسان فقير. مرت التاجر حلت، قال لها أعطيني إيش أعطاك الله. قالت له ربي نوب عليك. قال لها عايشك، حن علي حتى بحويجة، عندي 3 أيام و3 ليالي اللقمة ما دخلتش لفمي، ولا أعطيني كان عندك حتى 2 صوردي نسد بيهم جوعي. قالت له يا خير إيش باش نقولك، والله حالك غيظني، أما مولا بيتي كي سافر خلالي كان مونتي ما نجمش نقص منها ونعطيها لك، أما الفلوس خلالي أمانة لدوير الزمان ما نجمش نقرب منها ولا نعطيك منها ولا مليم. يضحك هاك الفقير في باله اللي هي تضحك عليه، وقال لها انتي وين تعرف دوير الزمان وانتي عايشة في دار ما شاء الله تسكت الصغير. قالت له وعليش انتي تعرفوا؟ قال لها كان انا ما نعرفوش شكون اللي باش يعرفوا، انا هو دوير الزمان بشحمه ولحمه. وهو كان يقصد الفقر، ما كانش يعرف اللي المرأة نية لهيك الدرجة. قالت له سامحني والله لا عرفتك، علاش ما قلتليش الشي هذا من الأول؟ اصبر عليه شوية ندخل نجيب لك أمانتك اللي خلىها لي راجلي قبل ما يسافر. ودخلت جابت القلة معبية بالفلوس واعطتهم له، والفقير يبس في بلاصته والدهشة عقدت لسانه، فاق على صوتها وهز هيك القلة وبدي يعيط، نحمدك ونشكرك يا ربي، هذا رزقي وجاي من السماء. وهز هيك القلة وطار بها. أي سيدي تعدت شهورا وجي التاجر لمدينته تعب مهموم من زهره اللي عكسه في تجارته. كي دخل لداره ارتاح، سألته مرته على حواله، احكي لها باللي هو ضيع فلوس الكل والسلعة اللي هزها ومشي باش يبيعها في هيك المدينة طلعت تتباع أقل من السوم اللي شراها بيه، وقال لها تلسيت باش نبيعها بالخسارة. قالت له مرته المهم جيتني سالم غانم، هذا هو الصحيح. قال لها يا بنت الناس الحمد لله على كل شيء، هذه هي التجارة، نهار الفوق ونهار اللوطة، والحمد لله اللي خليت نص راس مالي مخبي عندك وقريت حساب للزمان. جاوبته قالت له يا أخي فاش تحكي؟ قال لها فلوس دوير الزمان. قالت له ما هو جاني دوير الزمان واعطيته أمانته. التاجر الدم جمد في عروقه ودارت به الدنيا 7 دورات، مفهمش روحه لا في علم ولا في حلم. قال لها شنو عملت يا مخلوقة؟ حكيت له على اللي صار الكل من اللي دق الفقير بابها حتى اللي نعطاته الفليسات. قال لها أنا كنت نعرفك اللي أنت نية لكن مش مهبولة، هذا ما كنتش نعرفه، ضيعت لي فلوسي وشقى عمري ورجعتني من تاجر من العيان الإنسان فقير ما يكسبش حتى من لي. أنا حرت معاك وحارد ليلي، غدوة نهزك لداركم ونشكي بيك لأهلك. وكانت مدينة مرته بعيدة على مدينته، من غدوة الحي الصباح أصبح واللي صلى على النبي ربح، صليوا عليه شدوا الثنية على سويقاتهم، لا بهيمة راكبين ولا قافلة شادين، وقعدوا ماشيين أيام وأسابيع على سقيهم، وتعبوا وجاعوا وفيلهم الماء والماكلة. أي سيدي بعد الشقاء والتعب وصلوا المشارف المدينة ويلقى عين متاع ماء. فرح التاجر وحمد الله، قال على الأقل بلاصة نرتاحوا فيها ونغسلوا حالتنا باش ما ندخلوش على الناس وإحنا حالتنا حليلة. يا سيدي هكا التاجر غسل دبشو في العين وعلقهم باش يشيحوا فوق الشجر، من بعدها مشي للواد باش يغسل حالته، ومرته قعدت تحت كرمة وكليت من خيرها وهزها النوم رقدت. هو هكاكا
يسمع في صوت نساء جايين بحذا العين، مد ايدو باش يجبد حوايجو، لكن هما قربوا ملقي ما يعمل، أغطس في الماء وقعد باين كان نص راسو. شافته واحدة من نساء، قالت لصاحبتها: شوفوا شوفوا هالغريبة هذه. نطقت الثانية خايفة: بسم الله. والثالثة تشجعت وقالت له: انتي انس ولا جن؟ دهش التاجر وقال في نفسه: يا اخي، اش بيهم هالنساء هذم يشوفوا في راسي راس انسي ويحبوا يردوني جني؟ جاوبهم قال لهم: انس. عاودت سألته المرأة الأولى اللي شافته: منين جيت، من الدنيا ولا من الآخرة؟ لنا قال: يلزمني ناخذلهم بهواهم. قال لهم: جيت من الآخرة. أي يا سيدي، بديت واحدة فيهم تبكي وتمخط، قالت له: بجاه ربي واني بي ما تقبلتش مع بنتي خدوجة، عندها أيامات من اللي ربي هز أمانته. قال لها التاجر: قبلنا. قالت له: قل لي شنو تحتاج وشنو طالبة نبعثه معاك من ماكلة وشراب ولباس وكل ما في نفسها. وقبل ما يفيق من دهشته نطقت الثانية تبكي وتنوح: وأنا يما ما شفتهاش باش نبعث لها ذهبها الكل اللي خليته عندي. وقتيش باش تعاود تمشي للآخرة باش نبعثه معاك؟ قال لها: على قريب إن شاء الله، مازالي أيامات وتو نحق لكم اللي تحبوا عليه. وقعدوا يطلبوا منه ويقترحوا، وكل واحدة مشيت تسمع جاراتها وأقاربها، لموا اللي يملكوه الكل وقصدوا العين يجريوا ويطايحوا محملين بالخير والخمير، شي ذهبات شي فضة، حتى اللي ما تكسب شي مشيت باش توصل سلامها لحبيبها وناسها الميتين. ولنا تأكد التاجر باللي الهبال في هالمدينة سلالة، من الجدة للعمة للخالة للأم للطفلة، ووصل حتى المرتو. وبعد ما كملت كل وحدة هزت ما نجمت للموت من كل خيرات، زادت فوقهم السلام. عيط عليهم وقال لهم: أي أكهو كل وحدة تشد دارها وتسكر بابها ومرادها يوصل، توا جي الوقت باش نعاود نمشي للآخرة. وكي مشاو النساء طلع هو من الماء ولبس دبشو، ولم اللي جابوه النساء الكل من ذهب من فضة من فلوس، ولا حطه في صندوق مرته اللي جابت فيه دبشها. من بعد فيقها بعد ما رقدت إرقاد سنين، المغبونة بالتعب ما حست بحتى شيء، وقال لها: باش نمشيو لمدينتنا. تحجبت، قلت له: كيفاش بعد الشقاء هذا الكل والتعب، أيام وأسابيع، نوصل باب مدينتي وما ندخلوش؟ قال لها: اليوم تأكدت اللي الهبال عندكم سلالة، وأنا كنت ناوي نهزك لأهلك، لكن توا فقت اللي ثم أهبل منك في المدينة. لشكون كنت باش نمشي نشكي همي، البوك المهبول ولا لأمك الهبلة؟ وكي رجعوا نسي كل وحدة لدارها وسكرت بابها، واحدة منهم كانت متزوجة راجل غريب على المدينة. كي روحت لدارها اسألها: يخي علاش بطيت في العين؟ وهي جاوبته متأكدة ومقتنعة فاش تحكي. قالت له: بعثت شوية ذهب من اللي عندي اليمة وشوية باش تفرح مع صاحباتها في الآخرة. مش كد أنا راني عطيت وبعثت، رانا نسيت دوار الكل، كل واحدة فينا شنو بعثت. رجلها ولا يلطخ في راسه على الحيط وبدي يعيط: إيش عملت في حياتي؟ خذيت واحدة مهبولة وأهل مدينتها أهبل منها. يا بنتي هذا راهو غشاش وتحيل عليكم. وهز حصانه ومشي للعين. التاجر شاف وراها غبرة جاية من البعيد وتبع فيه، عرف اللي ثم حد تبعه بالخيل متاعه. وقتها اتذكى وخبى الصندوق في أرض مزروعة بالقمح وهز الحجر
يرمي فيها الطير اللي تاكل في الزرع. زعمة هو مولاها. أقرب منه راجل مهبولة اللي عطاته الذهب، وسأله إذا كان شاف راجل هذا الصندوق. التاجر قال له نعم شفته، توا بركة تعدى ما بين الزرع. قال له حصاني ما يمشيش في أرض مزروعة، هاو باش نخليه عندك أمانة حتى لنجي. هو بعد، وهيك التاجر هز الصندوق وحطه فوق الحصان وركب وركب مرته وراه وشد ثنية لمدينته. ودوب ما وصل باع كل شيء في الصندوق وعوض خسارته وعاود بدي تجارته من الأول جديد. لكن بينه وبين نفسه ضميره قعد يأنب فيه، ماهوش مستانس ياكل رزق غيره. كي تعدى عام بالتمام حب يكفر على ذنبه ومشي قاصد مدينة مرته في قافلة كبيرة محملة بالخيرات الكل، ذهب وفضة وياما هدايا فيها. كوصل اعترف بكل شيء واعطيه لكل وحدة بايها من الذهب والدبش اللي جابه من نيتهم الطيبة والصافية. سامحوه وروح لمدينته وحفظ الدرس باللي مرته نية لحد الهبال وما عادش يأمنها على حد شيء. وخرفتنا وفات. إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت استحسانكم ونوصل بكم لآخر الفيديو. مبقالي كان نقولكم كان في أمان الله وحفظه، ونستنى اقتراحاتكم على خرافات تحبوا تسمعوها. بسلامة وفي أمان الله.